إن الله يهدي من دعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 يظلهم الله هو العنوان المبارك الذي سيجمعنا إن شاء الله على مدار 30 لقاء مع الشخصيات ال7 المتميزة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. قوله 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكي نعلم أهمية هذه اللقاءات وإلى أي درجة نحن بحاجة حقا أن نكون إحدى هذه الشخصيات ال7 لنكون في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، كان لابد لنا من قفزة زمنية ومكانية هائلة إلى ذلك اليوم العصيب، لنلقي ومضات سريعة خاطفة على أصعب يوم يمر على أي إنسان في حياته: يوم القيامة، يوم يخرج الناس من قبورهم ويحشرون إلى أرض المحشر. يقول تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت أمنا عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وكيف لا، وهو اليوم الذي يقول عنه تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، يحشر الله الخلق جميعا بما فيهم من ملائكة وبشر وجن وشياطين وحيوانات، كلهم موقوف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم الرهيب. يقول تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أحبتي في الله، يقوم الخلق في هذا الموقف العسير قياما طويلا طويلا مقداره 50,000 سنة، يعانون من لهيب الشمس التي اقتربت من الرؤوس، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. نعوذ بالله من هكذا موقف. بل ولكثرة العرق يومئذ يقول صلى الله عليه وسلم أنه من كثرة العرق حتى إن السفن لو أجريت فيه لجرت. وعندها يشتد الكرب على كثير من الناس حتى يتمنى بعضهم أن يحشر إلى النار ولا أن يقف هذا الموقف. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الكافر ليحاسب يوم القيامة حتى يلجمه العرق، حتى إنه يقول: أرحني ولو إلى النار. نعم، إنه موقف عصيب، فقد قربت الشمس وكانت قدر ميل، وزيد في حرها وضوعف في وهجها، حتى أن الهوام تغلي منها كما تغلي القدور. يعرقون في هذه الشمس على قدر خطاياهم. تخيلوا فظاعة الموقف، الناس في العرق الذي يغلي من حرارة الشمس ولهيبها، ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق فيسد فمه. ويزيد صعوبة الموقف حر الأنفاس لتزاحم الناس وانضغاطهم وتدافعهم واختلاطهم. قال بكر العابد يوما لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد، أبلغك أن الناس يزدحمون يوم القيامة؟
فقال نعم، الأقدام يوم القيامة هكذا، ووضع يده فوق الأخرى. بل ويزيد الموقف الرهيب غما فوق الغم وكربا فوق الكرب بإتيان جهنم ليزداد الحر حرا والعياذ بالله. يقول تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فإذا ما رأت الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الله، فحينئذ تشثو جميع الأمم على الركب. يقول تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وفي هذه اللحظة تطير قلوب المؤمنين شوقا إلى الجنة، وتطير قلوب المجرمين فزعا وهلعا وهربا من النار، ويعض كثير من الناس على أنامله تحسرا على ما قدم في هذه الحياة الدنيا. ووسط كل هذه المعاناة وقفت صفوة من الناس في أمان، في راحة، في طمأنينة، هم 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. صدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. يكون ذلك اليوم على هذه الفئة مثل ما بين الظهر والعصر، مثل وقت وجبة الغذاء، ينتظرون الكرامة من الله، لا يصيبهم لهب الشمس، ولهم طعام وشراب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فطعامهم الثور والحوت، ثور يرعى في أطراف الجنة ينحر لهم، ويأكلون في ذلك الموقف النون الحوت، ويوزع عليهم زيادة كبد الحوت ألذ شيء في الكبد، وشرابهم من حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصب فيه نهر الكوثر. والله يا لروعة هذا الموقف بالنسبة لهؤلاء 7، لا ظمأ ولا جوع ولا حر ولا خوف، وبقية الناس يا ويلهم من العذاب فزعون وفي اللهيب ينصهرون. حقا أحبتي في الله، هكذا يوم لحريب كل إنسان عاقل أن يحرص فيه على الظلال، فيتعب نفسه في الدنيا ليحظى بها في الآخرة، فالجهد هنا والراحة هناك. أحبتي في الله، في هذه الحياة الدنيا الفانية القصيرة يبذل الناس قصارى جهدهم أن يبتعدوا عن الحر ولهيب الشمس، فنجد الاهتمام بمكيفات التبريد في كل مكان، في البيت، في السيارة، في مقر العمل، في الأسواق، واللي ما عنده مكيف مسكين الله يعينه. حتى سياراتنا نسعى إلى أن نضعها في الظل تحت مظلة بجانب البيت أو تحت شجرة، المهم أن نحميها من حرارة الشمس. بل ونجد البعض ينفقون أموالا طائلة ليسافروا هربا من حر بلادهم طلبا للراحة والاستجمام. القضية أن الجميع مقصدهم واحد لا غير، وهو الهروب من حرارة الشمس الملتهبة. طيب، إذا كان هذا سعينا وحرصنا على الظل في دنيا فانية وشمس محتملة، أليس من باب أولى أن يكون عندنا هذا الحرص بل وأكثر لنحظى بالظل ونحمي أنفسنا من حر ولهيب يوم القيامة، ونكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ أحبتي في الله، من ينظر للحديث للوهلة الأولى ربما يستغرب، معقول 30 لقاء وسنتكلم عن 7 شخصيات فقط؟ والحقيقة ما أن نبدأ بالتعمق في كل شخصية وصفاتها وحيثيات وضعها وموقفها والأسباب التي أعانتها لتحقق ما حققته، والعوائق التي واجهتها في سبيل تحقيق كونها تلك الشخصية العظيمة. شاب نشأ في طاعة الله، أو ذلك الإمام العادل، أو من دعته امرأة فعف، أو ذلك المتصدق الحريص على إخفاء صدقته وغيرها. سنكتشف أنه بالكاد تكفينا هذه اللقاءات 30 لنتناول هذه الشخصيات المباركة. ستكون أحبتي مادة برنامجنا هذا إن شاء الله متنوعة بين الطاعات والمعاصي والشهوات، والصلة بين العباد ورب العباد، وبين العباد والعباد. فاصل ونواصل بإذن الله مع 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكونوا معنا. بسم الله،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذه النخبة من الناس، 7 يظلهم الله، في عرض جميل وبيان قوي أخاذ ليحرك نفوس أهل الإيمان ويبث فيهم روح الجد والإخلاص والعمل الصالح، فيسيرون على النهج الصحيح والطريق المستقيم ليكونوا منهم بإذن الله. وهو صلى الله عليه وسلم أولا يدعو من تولى أمرا من أمور المسلمين، سواء كان أمرا عاما أم خاصا، صغيرا أم كبيرا، أن يراعي العدل ويتجنب الظلم، فالعدل صفة من صفات الله عز وجل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، والعدل شريعة الله، والله تعالى يمقت الظلم وقد حرمه على نفسه ونهى عباده أن يظالموا. نعيش مع شخصية إمام عادل مع العدل في زمن انتشر فيه الظلم والتعدي على الحقوق. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والعدل واجب أحبتي حتى في معاملة الإنسان نفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. ومن عاش ليقيم العدل في من حوله سعدت به رعيته وسعد هو بها. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، كل منا يستطيع أن يسعى ليكون هذا الإمام العادل، لأن كل منا قد أولاه الله مسؤولية ما أو أكثر في هذه الحياة. وفي اللقاءات الخاصة من هذه الشخصية سنعيش بإذن الله مع كل مسلم أو مسلم، أيا كانت مسؤوليته في الحياة، أيا كانت مهنته أو واجبه، كيف يمكن أن يكون إماما عادلا.